واش بصح كاينه شي ماكله كتمرضنا؟ واش عمرك تخيلتي بلي داكشي اللي كنشوفوه صحي بحال العدس واللوبيا وزيت الزيتون يقدروا يكونوا هما السبب في الحرقه ديال المعده، القولون، وحتى الحساسيه اللي عندك؟ اليوم غادي نهضروا على واحد النظام اللي يدير ضجه كبيره، وهو نظام الطيبات ديال الدكتور ضياء العوضي. غادي نشرح لكم شنو فيه بالضبط، شنو المسموح وشنو الممنوع، وعلاش هاد النظام قلب الموازين. الفلسفة ديال هاد النظام ديال الطيبات، الدكتور العوضي كيقول بلي اغلب الامراض اللي عندنا اليوم بحال الروماتيزم، القولون العصبي والكزيما، الاصل ديالها هو الالتهاب في المعدة. الفكرة هي اننا خاصنا نعطيو الراحة للجهاز الهضمي ديالنا، ونعطيو غير الماكلة اللي ساهلة في الهضم وما كتخليش السموم تدوز للدم. الممنوعات، الخبر الصادم هو فين كيتصدموا الناس، لان هذا النظام كيمنع بزاف ديال الحوايج اللي كنعتبروها حنا اساسيه في المطبخ المغربي. القطاني، الفول والعدس والحمص واللوبيا، الدكتور كيقول باللي فهاد المواد كتهيج المعده. الزيوت النباتيه وزيت الزيتون ممنوع الطيب بهم، مسموح فقط بالسمن البلدي، الزبده ديال العبار والشحمه ديال الحيوانات. المخبوزات العاديه، الفورص والخبز العادي ممنوع، الخضروات الورقيه والطماطم، الخبيزه، السبانخ والملوخيه ممنوعين، ومطيشة خاصها تكون مقشرة ومحيد ليها الزريعة. الألبان، الحليب ومشتقاته ممنوعين، إلا الجبن القريش بشروط معينة. المسموحات، شنو غادي ناكلو على هاد الحساب؟ نظام الطيبات كيركز على النشويات كأنهم أهم مصدر للطاقة. الروز الأبيض كيتعتبر هو ملك النظام لأنه سهل في الهضم، والبطاطا الحلوة مسموحين ومزيانين بزاف. خبز النخالة، ولكن بشرط يكون محمص، يعني مقرمل مزيان في العافية. البروتين، الحوت، الدجاج، اللحم والبيض، ولكن بكمية قليلة مقارنة مع النشويات. والفواكه، أغلب الفواكه مسموحة، ومن الأحسن تكون مقشرة. القواعد الأساسية باش ينجح النظام، إلا بغيتي تطبق هادشي، كاينين قوانين. قاعدة 70-30، التفصيل ديالك خاص يكون فيه 70% نشويات، روز ولا بطاطا، و30% فقط من البروتينات. المضغ، خاصك تمضغ الماكلة تولي مية في فمك باش المعدة متعذبش. الماء، شرب الماء يكون دافي شوية بحال الحرارة ديال الغرفة، ومن الأحسن يكون في الخابية ديال الطين. السكر، نبعدو على السكر الأبيض ونعوضوه بالعسل الحر. علاش الناس كيرشحوا عليه؟ من الناحية العلمية، ملي كنقطعو الزيوت المهدرجة والمواد المصنعة والسكر، الجسم كينقص في الالتهاب. هادشي علاش بزاف ديال الناس كيحسوا بالهضم تحسن، الطاقة زادت، والنوم ولا حسن. الخاتمة، النصيحة الأخيرة، نظام طيبات هو طريقة تفكير جديدة في الماكلة. كاين اللي يوافقوا هاد النظام وبرا، كاين اللي يوافقوا هاد النظام وبرا من بزاف ديال الأمراض، وكاين اللي جا قاصح. المهم هو انك تسمع للجسد ديالك، وإلا كنتي كتعاني من شي مرض مزمن ضروري تشاور مع الطبيب ديالك قبل ما تغير النظام ديالك الغذائي. وحتى هنا غيكون سالي الفيديو ديالنا، تلاقاو في فيديو جديد. ولا عجبك الفيديو ما تنساش الاشتراك وجيم وشي تعليق زوين.